السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد وحلقة جديدة. يعرفنيش أو لسه متفرج عليا، فأنا أحمد داوود وبعتبر القناة هنا مساحتي الشخصية وبحب أتكلم فيها براحتي. الفترة دي بشوف ناس كتير جدا بتحمل نفسها فوق طاقتها، أو خلينا أقول منظرة أو مناظر كدابة. يعني ليه شخص ما يبقاش مثلا معاه تكلفة حاجة معينة ويروح يجيبها بس علشان هو يبين ان هو معاه فلوس، ان هو غني، ان هو مش الشخص ده مش احسن مني، لا ده انا اقدر اجيب زيك اكتر. بس هو اصلا في الطبيعي هو مموش ان هو يجيب الحاجة دي، وهو اصلا مستلف تمنها او ان هو بيقسطها وبيحط قسط واتنين وتلاتة فوق بعضه، وبيجي في الاخر مثلا يشتكي ان هو يعني مش عارف يعيش، او ان العيشة غالية او تكلفة العيشة غالية، وان هو الدنيا صعبة عليه. طب ما طبيعي تكون صعبة عليك، لان انت بتعمل حاجة دخلك اصلا او انت شخصيا وضعك المالي ما يسمحش ليك انك تعمل حاجة زي كده. فكنت حابب اتكلم ان انا اكتر من شخص واكتر من حد يعني اعرفه حواليا الفترة اللي فاتت دي، عرفت ان هو مثلا جاب حاجة فوق طاقته وفوق تحمله المالي، ويمكن اعلى يعني دخله المادي ما يسمحش ان هو يكون عنده حاجة زي كده، ورغم كده راح جابها بس علشان حتة ان هو يبان ان هو مثلا معاه فلوس، ان هو راكب عربية بالشيء الفلاني، ان هو بس علشان يبان ان لا يعني انا معايا اجيب، معايا اركب عربية، معايا اجيب ايفون، معايا. ليه انا بتكلم ان هو ليه؟ يعني انا الموبايل حرفيا الخاص بيا ضايع خالص، بس انا عايز الاول يبقى عندي تمن الحاجة دي، بعد ما ايه تمنها متوفر مثلا او شايله، او عندي مثلا بيه اصل معين زي ذهب، او مثلا مشغله في حاجة، بعدين اجيب الموبايل ده. يعني بعدين اجيب الحاجة اللي انا عايزها دي، لان بيكون في فرق زي ما قلت قبل كده ما بين احتياجاتك الاساسية ورغباتك، او الحاجات اللي انت يعني عارفين كده في الانجليزي مثلا اللي هو في نيد وونت، بيبقى فرق كبير جدا بينهم او فرق شاسع جدا بينهم، ان في حاجه احنا عايزينها ضروري لازم، يعني احنا مش هنعرف نعيش من غير مثلا زي الاكل والشرب، وفي حاجات لا تانية احنا ممكن نمشي نفسنا باي حاجه لحد ما يبقى معانا مثلا تمنها، او لحد ما احنا نبقى مهيئين ماديا ان احنا نجيب حاجه زي كده. فانا حابب اقول للناس بجد اللي هي بتكلف نفسها فوق طاقتها، او هي بس علشان مثلا منظرها ان هو يبقى معاها، او ان هي لابسه، او ان هي مثلا راكبه عربيه. يعني ليه طالما معكش تمن الحاجة دي، ليه تحمل نفسك اقساط وديون فوق طاقتك، وترجع بعد كده تشتكي، وترجع بعد كده تقول ان انا مش عارف اعمل فلوس مثلا، او مش عارف ان انا يبقى عندي فلوس، او مش بعرف اوفر حاجة. ما هو طبيعي ان انت اصلا يعني احتياجاتك او مصاريفك اكتر من دخلك. يعني فاللي انا بس حابب اكد عليه ان هو يعني الشخص مننا ما ينفعش بجد يبقى عنده ديون او اقساط، او ان هو يعني ليه خلي اصلا عنده ديون واقساط في حاجه ملهاش لازمه هتتهلك يعني مع الوقت، او هتاخد منه فلوس ومش هتفيده بحاجه. يعني هي انا دلوقتي قادر ان انا اركب مثلا مواصلات، او انا بس الفلوس اللي معايا تسمح لي ان انا اركب مواصلات، ليه اروح مثلا اركب اوبر، او ليه مثلا اروح اشتري عربيه لست الخاص بيها قد كده، وانا اصلا ما عنديش مثلا، ما الاقيش مثلا في حسابي في البنك مثلا 3 4000 جنيه، ورايح جايب مثلا عربيه ب 500000 جنيه. طب ليه ما ال 500000 دول كنت مثلا شغالهم، اعمل بيهم مشروع، اعمل بيهم اي حاجه، اجيب بيهم ذهب ابيعه بعد كده، اشغلهم في عقارات، اشغلهم في اي حاجه، وبعدين يا عم الفلوس تخرج لك منها يبقى هات اللي انت عايزه قسط، حتى لو هيخرج لك مثلا قسط كل شهر، او هيخرج لك مثلا مبلغ كل شهر، يا عم يبقى هات بيه. لكن ما اروحش ان انا مبقاش معايا اي حاجه خالص، او معيش 3 4000 جنيه في البنك، واروح اجيب لي عربيه قسط لسه بتاع مثلا كل شهر 5 6000 جنيه. فدي حاجه مش عارف، بس انا بالنسبه لي ما بحبش حته يعني النظاره. يعني انا بشطب في شقتي، فكل واحد يجي يقول لي اعمل واعمل واعمل، اقول له بص هو كفايه ان في سقف وحيطان، فخلاص يعني الحمد لله كده زي الفل، مش هصرف ولا هبذر ولا انا بس حاجات اللي هي المعقوله. وانت تقدر يعني لو مثلا نتكلم في حوار التشطيب عامه او الشقه، تقدر انت بحاجات بسيطه جدا تخلي شقتك دي. وده حرفيا شفته، دخلت شقق ناس صارفه وعامله، بدخل شقق ناس تانية حاجات بسيطه جدا مرتباها كده بس في الشقه كديكور، حرفيا انا بنبهر. اللي هو بقى قاعد بس كده اللي هو انت ازاي عامل ده؟ انت عامل ده وحدك؟ انت مهندس ديكور؟ طيب اللي هو يعني ببقى فعلا مبهور من الديكور ومن النظام. فهي الحاجة خالص عمرها ما كانت بكتر الفلوس اللي فيها او بالمنظرة اللي فيها. بس ده اللي حابب اتكلم فيه يعني، او اقوله في الفيديو ده. او كنت حابب ادردش فيه علشان بس الفترة اللي فاتت دي شفت اكتر من حد بيعمل حاجة زي كده، ويمكن انا كنت برضه بتجر ان انا اعمل حاجة زي كده، بس بعد ما شفت اكتر من فيديو او قعدت قرأت شوية ان هو لا الشخص ما ينفعش يبقى مثلا
يبقى حابب ان هو يجيب حاجات، وفي نفس الوقت ما عندوش مثلا وضع مادي كويس، فلا الواحد لازم الاول يحسن الوضع المادي، بعدين يبقى يجيب اي حاجه هو محتاجها. بس من هنا لحد ما اشوفكم في فيديو جديد وحلقه جديده، متنسوش لو الفيديو عجبكم تعملوا لايك، ولو مش مشتركين في القناه اشتركوا في القناه، واشوفكم الحلقه الجايه على خير. سلام.